حقيقة وزن حمد الله الزائد والاتحاد احتمال يفقد كورنادو. اهلا وسهلا بكم واخبار نادي الاتحاد السعودي في حلقة جديدة هنا على قناة اكشن سبورتس، حيث كشف حمزة إدريس نجم فريق الكرة السابق بنادي الاتحاد عن حقيقة ظهور المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق بوزن زائد في التدريبات. هو سبق وأن ظهر بوزن زائد في التدريبات، ثم ظهر بوزن زائد في مباراة نفابخور الأوزباكي، وأزمة أيضا البرازيلي رومارينيو في اللقاء، والكثير من أخبار اتحاد جدة. اتحاد جدة كان قد تعادل سلبيا مع مضيفه نفابخور الأوزباكي في المباراة التي جمعت بينهما في الخميس الماضي على الملعب المركزي في نمغان في أوزبكستان، طبعا في استحقاق ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال آسيا. إدريس قال في تصريحات لبرنامج في المرمى إنه ما يقال حول ظهور حمد الله بوزن زائد في المباراة غير صحيح، ومؤكدا أن المهاجم يتمتع باللياقة البدنية، ولكن أنا لا أدري لماذا هو قال ذلك الكلام. كلنا رأيناه بعيننا في المباراة، وكان بالفعل يعني هناك لياقة بدنية ليست بالجيدة لحمد الله في هذه المباراة. وهو أيضا أكد أنه قد تعامل بشكل جيد مع الفرصة التي أتيحت له أمام نفابخور والتي انتهت في القائم. ولكن من ناحية أخرى أكد حمزة إدريس أن مشكلة الاتحاد تكمن في اعتماده على الثنائي حمد الله ورومارينيو في إنهاء الفرص، مضيفا أن رومارينيو كان بعيدا عن مستواه، وده يعني من الأمور الحقيقية بالفعل. أحبائي، رومارينيو منذ فترة طويلة لم يسجل، وهو الآن أعتقد أنه أصبح يعني عبء على هجوم الاتحاد، في ظل كذلك عدم وجود القوة الهجومية الضاربة مثل بنزيما أو غيره. وصرح المدرب عقب المباراة بأن المدرب قام بإخراج اللاعب نتيجة للإصابة، وليس نتيجة لأنه يعني يعاني من مستوى فني متواضع أو متراجع. كذلك الاتحاد افتقد كورنادو لأنه يمتلك الحلول سواء كان التسديد من خارج المرمى أو الكرات الثابتة، وبالتالي فكان عدم وجود كورنادو بالفعل هو عبء على نادي الاتحاد. الاتحاد تحسن قليلا عن فترة قبل التوقف الدولي، شاهدنا انسيابية في اللعب وتحركات جيدة خلال مباراة نفابخور، لكن لم يكن هناك شراسة في الإنهاء أو في إنهاء الفرص الهجومية. من ناحية أخرى بقى، إدريس أشاد باللاعب أحمد الغامدي وأكد أنه يمتلك الفاعلية واللمسة والجراءة، وبدايته مقبولة مع العميد الجداوي، في حين أن الظهير فواز السجور لم يظهر بشكل جيد أمام نفابخور، ورغم أنه لاعب يتمتع بالجرأة ولديه إضافات في النواحي الهجومية بشكل جيد أكثر من النواحي الدفاعية. الاتحاد إن شاء الله سيستضيف في مباراة العودة نفابخور إن شاء الله على ملعب مدينة الملك عبد الله بجدة يوم الخميس المقبل في 7 مساء بتوقيت السعودية، ويتأهل الفائز إلى ربع النهائي ليواجه من يا جماعة؟ يواجه الفائز من الهلال وسبهان الإيراني. وإذا قد يواجه الاتحاد مرة أخرى سبهان الإيراني ففي مباراة ستكون طبعا إذا حدثت إنه الهلال بالفعل يعني سحق سبهان في مباراة الذهاب، وبالتالي المباراة في الأغلب ربما لن تكون إلا ما بين الاتحاد والهلال. وربما أعتقد أن الأمر مهم جدا لنادي الاتحاد من الآن أن يبدأ الإعداد، لأن الهلال خصم قوي جدا، وواضح أن الهلال لديه تركيز كبير هذا الموسم على بطولة دوري أبطال آسيا والدوري المحلي دوري روشن السعودي، وبالتالي لابد لنادي الاتحاد من التركيز على تدعيم القوة الهجومية له في الفترة المقبلة. ونرى طبعا دكة نادي الاتحاد الآن أيضا تحتاج إلى نوع من أنواع الضم للشباب، لابد أن يقوم جياردو بذلك الأمر. أحمد حجازي في غرفة الملابس أعتقد أن عليه دور، وإن لم تكن لديه الشارة الآن، ولكنه يعني رأيناه في مباريات سابقة ينفعل على الحكام بسبب الأخطاء التي لا تحسب لنادي الاتحاد. هي كلها أمور مهمة جدا أن يتم التعامل معها خلال الفترة المقبلة بنوع من الحكمة من جانب الإدارة، وكذلك الجماهير. يعني الجماهير لابد وأن تقف مع النادي ويكون لديها الوعي بأن النادي الآن يمر بظروف صعبة، وأن التركيز الآن على دوري أبطال آسيا أكثر من الدوري المحلي دوري روشن، لأن يعني دوري أبطال آسيا أنت الآن في مباريات الدور ال16 وقادر على أن تمر، ولكن العقبات كبيرة. يعني ربما عقبة الهلال كبيرة جدا جدا، وربما العقبة الأهم في النهائي في حين إذا وصلت للنهائي، لأنك ستواجه الفائز من المنطقة الشرقية
شرق اسيا. في هذا الوقت ستظهر انديه اليابان وانديه كوريا الجنوبيه، وهي انديه قويه جدا بالفعل وقادره. يعني العام الماضي النادي الياباني اخذ البطوله اوراوا، وبالتالي هزم الهلال في النهائي. فانت تحتاج الان الى ان تظهر بمستوى جيد جدا كنادي الاتحاد. واعتقد الجماهير، وانا اريد ان اسمع منكم في التعليقات جماهيرنا وعشاقنا عشاق اكشن سبورتس، ما رايكم في هذا الامر؟ ما رايكم؟ ما الذي يحتاجه الاتحاد لكي يمر في دوري ابطال اسيا؟ هل يحتاج الاتحاد الى تغيير فني الان بحكم ان الامر لم يعد متاحا لاضافه لاعبين جدد؟ وبالتالي هل يحتاج الاتحاد الان الى تغيير فني؟ ما ادري شو اللي ممكن نقوله، ولكن الامور فعلا صعبه في قلعه العميد. الامور فعلا تحتاج الى بعض التظبيط وبعض التدخلات الفنيه من الاداره، لان اعتقد ان جياردو كنا من ضمن المناصرين ليه في البدايه، الا انه الان لم يعد بنفس القدره، ونرى الاتحاد يتعادل او يهزم من فرق ضعيفه للغايه، يعني ضعيفه للغايه. اذا ما بالك بالهلال، يعني الهلال انتصر على النصر وانتصر على كل الفرق الكبيره، وبالتالي انت ستواجه الهلال الذي عينه على البطوله للظهور مرة أخرى في البطولات الدولية والعمل على التواجد المحلي والدولي في نفس الوقت، وهو أمر يحتاجه الهلال ويحتاجه أيضا الاتحاد. فهل الاتحاد أحدث طفرة فقط العام الماضي بالفوز بالدوري، ثم بعد ذلك يعود الاتحاد إلى مستوياته المعهودة، أم يجب أن يحافظ الاتحاد مثلما يفعل الهلال على مستوياته خلال البطولة بشكل جيد جدا؟ هو أمر لابد للجماهير كذلك أن تعيه، يعني أن تقف خلف ناديها خلال هذه الفترة، وأن نجد الحضور الجماهيري مكثف في المدرجات، ومن الأمور التي يحتاجها نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة. كذلك الناشئين، يعني قطاع الناشئين لدى النادي، هل في فرصة لدى النادي أن يصعد مجموعة من الناشئين تستطيع أن تفعل الناحية الهجومية أو تضيف فيما يتعلق بوسط الملعب أو فيما يتعلق بأطراف الميدان؟ هو أمر برضو يرجع إلى الإدارة الفنية. هل مجلس الإدارة قادر على بناء قطاع ناشئين قوي يتم التصعيد من خلاله، أو أن قطاع الناشئين في الأندية السعودية الآن غير محل اهتمام، لأنهم يستقطبون النجوم عالميين فيحضرون النجوم جاهزة دون اهتمام أبدا بقطاعات الناشئين؟ هو أمر أيضا يعني تساؤل مهم جدا للإدارة وللمنظومة الفنية في نادي الاتحاد. لكننا في النهاية يعني سننتظر ونرى. مباراة العودة مهمة جدا، جميعنا ندعم كل الأندية في هذه المرحلة في مباراة العودة، وأعتقد أفضل تمثيل للوطن يعني إن شاء الله. وإذا أردتم الاستمتاع بمزيد من الحلقات فعليكم الاشتراك في القناة، قناة أكشن سبورتس، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ونريد معرفة رأيكم في التعليقات حول ذلك الأمر. ترون مثلما نرى فعلا بأن الاتحاد يحتاج تدخل من الإدارة لضبط الأمر الفني، أم أن الاتحاد الآن يسير بشكل جيد ولا يحتاج إلى تدخلات، وربما ينتج المدرب أو يأتي المدرب بثمار تعليماته خلال الفترة المقبلة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، وعلى وعد بلقاءات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.